السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية بطريقة سهلة وناجحة. هنقول مقاديرها وهنكتبها في صندوق الوصف. ده كيلو دقيق، كوباية سمنة على زيت ذرة، ودول حوالي 3 4 معالق قشطة، و3 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر. هنحط السكر لو دول 3 معالق، لو عايزة أكتر من كده، عايزاها مسكرة عن كده حطي زودي 3 معالق كمان. هنحط السكر على الدقيق على الخميرة. المفروض طبعا تختبري الخميرة لو انت مش واثقة فيها، بس انا الخميرة دي مجرباها وكانت جديدة وحلوة. نحط السكر على الخميرة، هنحط معلقة البيكنج باودر، كل ده على الدقيق، المكونات الجافة كلها هنحطها مع بعض، وننزل بذرة الملح، وهنقلبهم كده في العجان او بايدك المتاح ليكي، عشان الحاجات بس تتقلب مع بعضها. اول حاجه هنحطها بعد كده كوبايه الزبادي. كوبايه الزبادي دي يا جماعه بتدي للقرص الطريه تيست عالي جدا، وبتخليها طريه وحلوه جدا. في طبعا لبن للعجن، بس انا مش حاطاه دلوقتي عشان عايزاه يبقى دافي، لان هو اللي هيتلم بيه العجين ده كله. يعني هتحتاج من كوبايه لكوبايه وربع لبن كده. خلصت الزبادي، هنزل بقى بالقشطة. دول 4 معالق كبار قشطة، عاملين ملو السلطانية دي كده. هننزل بالقشطة برضو في الوقت ده، وبعديها الزبدة على الزيت. الزبدة على الزيت يا جماعة بيدوا القرص طعم حلو قوي، ويعني من المفضل انت تعمليها بزبدة نية. هسيبها بقى كده اهو. انا هنا حطيت نص كوباية لبن، انا يعني بنزل باللبن واحده واحده. لقيت العجينه لسه ما لمتش، ملمسها مش حلو، هنزل بحبه كمان. هتفضلي كده حبه حبه كده، سواء بتعجني بايدك او بالعجان، حبه حبه لحد ما العجينه تتلم معاكي، وتسيبي العجان خالص كده، وتسيبيها بعديها 10 دقايق تتعجن كده مع نفسها، عشان تديكي عجينه قطنيه هشه وحلوه. انا هنا الكيلو ده خد معايا بالظبط كوبايه وربع لبن، ما حطيتش ميه خالص. يعني انا ما عجنتش بقى بميه نهائي، كله عجنته بلبن دافي. يبقى خدت بالظبط كوبايه وربع لبن. وبرضو هحط لكم المقادير في صندوق الوصف. هنسيب بقى العجينه ترتاح شويه، ترتاح مش تخمر. وبعدين هشكلها كده اهو، كور الحجم اللي انت عايزاه. يعني انا هحاول كده انزل بيها كده، لقيتها بترجع تاني، فهسيبها، لا هسيبها ترتاح. هعمل كور كور في الصاج كده، وبعدين ارجع ابططها كلها مع بعض، عشان تكون العجينة ارتاحت تمام. انا سبتها هنا 5 دقايق عشان كنت مستعجلة. ما ارتاحتش قوي، فلما قطعتها بقى وجيت مليت الصاج بيها وهي متقطعة كور كده، فاتبططت معايا بمنتهى السهولة. كانت العجينة ارتاحت تماما اهو زي ما شفتوا بقى. هعملهم كور جنب بعض، وبعد بقى ما تشكليها وتبططيها هتسيبيها لحد ما تخلصي الكمية كلها، هتكون هي خمرت. عايزاها تخمر كده عشان تبقى هشة وحلوة من جوه. وبعدين تدخليها في فرن على درجة حرارة 200، رف أوسط. أنا عن نفسي كنت مشغلة الفرن فوق وتحت، لأن أنا بخبز في فرن كهرباء، حسب الفرن بتاعك بقى. أهو عملتها كور أهو. وهحط بقى، همسك واحدة واحدة، واعملها بقى في الصاج، ابططها كده بالشكل ده. ممكن برضو يا جماعة اللي بيحب العجوة ممكن تحشوها عجوة، هتبقى برضو جميلة جدا، بس انا عملتها سادة هنا عشان اللي عاوز يحط مثلا عليها يدهنها جبنة من فوق الوش مع كوباية شاي بلبن، تبقى يعني تبقى صالحة لكل الأغراض. هنشكلها بقى كده، شكليها بالحجم ده عشان هي هتخمر وهتزيد، عشان ما تبقاش تخينة قوي. يعني يبقى السمك ده هو المعقول، يعني السمك ده هو المعقول بالنسبة للحجم. انا مش عاملاها حجم كبير، حجم وسط اهو. ممكن تصغريها عن كده كمان حسب ما انت ما عايزة. طبعا لما بتيجي تشكلي بتبدأي بأول واحدة انت قطعتيها، سيبي مسافة بين كل واحدة وواحدة عشان هي زي ما قلنا هتخمر. بططيها كده بالراحة.
هي عجينة هشة جدا يا جماعة. انا عملت معاكم القرص الطرية قبل كده، هتلاقوها برضو عندي في القناة، بس عملتها باللبن البودر. هنمسك بقى شوكة كده ونعمل ونعمل بالشوكة كده 3 مرات في كل قرصة، وبس بقى. ونبدأ ندخلها في الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 200. اسيب بقى كل صينية هخلصها هعملها بالشوكة كده واسيبها بقى تخمر. انا هنا ببطط اهو على الرخامة، بوريكي ان كنتي تبططي على ايدك مفيش مشكلة، حسب راحتك انتي وحسب ما انتي ما بتعرفي تشتغلي ازاي. اهو بصي السمك، تعمليش اكتر من كده. زي ما كنت بقول لكم دلوقتي يا جماعة، انا عملتها قبل كده باللبن البودر وعملتها دلوقتي باللبن. بصوا دي طعم ودي طعم. دي طعمها زي القرص الفلاحي العادية، لان طبعا في الفلاحين ما بيعملوش بلبن بودر. اهو دخلتها الفرن وده شكلها النهائي. بصوا يا جماعة، جميلة جدا، السوا بتاعها في منتهى الجمال. بصوا هشة ازاي، بصوا هي بس سخنة قوي، كانت تحفة. سويها كلها، شيلي شوية في الفريزر وهي طازة كده، وابقي طلعي بعد كده يا دوب تدخليها في الفرن تسخن، بس اكنك لسه عاملاها دلوقتي. حلوة قوي يا جماعة، ريحة حتى الخبيث في البيت كلها خير. جربوها. سواء دي اللي باللبن الحليب زي الفلاحي بالظبط ما بتتعمل، واللي باللبن البودر برضو كانت حلوة جدا. الاتنين حلوين، والاتنين الطعم بتاعهم في منتهى الجمال. جربوا القرص الطرية بمقاديري وبطريقتي، هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.